تخيل معايا كده حد هددك وقال لك انك لازم تجري ماراثون 40 كيلو والا هيتم قتلك. طب تخيل معايا بقى انك حضرت نفسك لماراثون 40 كيلو واشتريت احسن جزمه ونمت كويس وحضرت نفسك كده، غالبا الماراثون ده هتفتكره طول عمرك، وغالبا هتبقى حاجه فخور بيها لوقت طويل قوي. نفس ال 40 كيلو، نفس الشخص، نفس التعب، بس لما انت اخترته كان من احسن التجارب اللي انت عديت عليها، ولما انت اجبرت عليه كان من اسوأ التجارب اللي انت ممكن تعدي عليها في حياتك. دايما الفرق ما بين مشكله مؤلمه ومشكله باورفل زي الكاتب ما بيقول هو ان المشكله باورفل انت اللي بتختارها او انت بتحس بمسؤوليه قصادها. الكاتب شايف ان جزء كبير من حاله الاحباط اللي الشخص ممكن يكون فيها بيكون عشان كتير من المشاكل اللي احنا بنقع فيها بيكون عندنا احساس ان هي ملهاش حل او اننا اجبرنا على حل المشكله دي. اكيد احنا مش بنتحكم بكل حاجه بتحصل لنا، بس احنا مسؤولين عن التعامل مع كل حاجه هتحصل لنا، شئت ما بيت كده بيبقى لينا دور كبير في اللي بيحصل لنا. على الاقل احنا بنفسر اللي بيحصل لنا ده وبنتعامل معاه بالطريقه اللي تخدم قيمنا وقراراتنا. كده ما ينفعش نتعامل بلا مبالاه كامله قصاد كل حاجه، لان ده ببساطه مستحيل. انك ما تهتمش باي حاجه لوحده ده يعتبر اهتمام بحاجه، وده ببساطه فكره كتاب فن اللامبالاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه الكتيب. فكره القناه بكل بساطه ان احنا بنقرا كتاب ونيجي نلخصه لكم، وكلامنا النهارده عن الجزء الثاني من كتاب فن اللامبالاه. ما تنساش تشترك في القناه وتدوس على زر اللايك، وتعالوا نخش في الموضوع على طول. With great power comes great responsibility. مع القوة الكبيرة بتيجي المسؤولية الكبيرة. والكاتب شايف ان المقولة ديت صح، بس هتبقى احسن لو قلنا with great responsibility comes great power. مع المسؤولية الكبيرة بتيجي القوة الكبيرة. في سياق الكتاب ده كل ما نحس بمسؤولية أكبر تجاه الحاجات اللي بتحصل لنا في حياتنا هنحس بقوة أكبر تجاهها، يعني ده بيمنحنا القوة في التعامل مع حياتنا. في طبيب نفسي كان عنده مشاكل صحية كبيرة جدا، كان عنده مشكلة في عينه ومشكلة في بطنه كانت بتؤدي إلى كثرة قيئه أو ترجيعه للأكل. كان عنده مشاكل تانية في ظهره ودي اللي خليته يقعد في بيته معظم الوقت، وكان بيقضي وقته بالرسم، وقرر إن دي الحاجة اللي هيشتغل عليها طول عمره، وإنه هيقضي عمره في بيع اللوح اللي هو بيرسمها دي. بس المشكله ان محدش كان بيشتري اللوح دي، وكان في عين ابوه فاشل على عكس اخواته اللي كانوا حاصلين فعلا على رضا ابوهم. في محاوله لانقاذ الولد ده ابوه دخله كليه طب جامعه هارفارد وقال له ان دي فرصتك الاخيره في الحياه. طبعا انت مستني مني اقول لك ان الولد دخل طب فعلا وتقدم فيها وبقى احسن دكتور عارف في المجتمع، بس ده ما حصلش. الولد حس ان مكانه مش في طب، وكان بيحس دايما ان الشبه بينه وما بين العيانين اكبر من الشبه بينه وما بين الاطباء نفسهم، وساب الكليه خالص. وبدل ما يتعامل مع غضب ابوه وعيلته سابها كلها وراح غابات الامازون يعيش هناك. السنين بتجري وبياخد باله ان جسمه مش مهيأ على الحياه دي، فبيرجع بلده، واكيد ابوه لسه غضبان منه. راح قالك يجرب تجربه كده، انه يتبنى عقليه وهي انه يؤمن انه مسؤول عن كل حاجه بتحصل في حياته، ويبدا يواجه مشاكله بدل ما كان بيهرب منها. الشاهد من الموضوع في الاخر الراجل ده بيبقى الطبيب النفسي المشهور ويليام جيمس، اللي هو دلوقتي يعتبر اب الطب النفسي في امريكا. ومش كده بس، كتاباته بتترجم للغات كثيره جدا جدا جدا. من الاخر اكيد احنا مش بنتحكم بكل حاجه بتحصل لنا في حياتنا، بس احنا مسؤولين نتعامل مع اي حاجه تحصل لنا في حياتنا، لان الدنيا ديت دار اختبار وبلاء. من 500 سنه كده علماء الخرائط كانوا فاكرين ان كاليفورنيا عباره عن جزيره، والدكاتره كانت فاكره ان فتح نزيف في المريض ممكن يشفيه. علماء الفلك كانوا فاكرين ان الشمس هي اللي بتدور حوالين الارض، والناس كانت فاكره ان زرار السبسكرايب بعيد عنها. دلوقتي الناس عارفه ان كاليفورنيا ملهاش علاقه بالجزر، وان النزيف ممكن يموت، وان الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، وان زرار السبسكرايب موجود تحت، انزل دوس عليه ودوس على اللايك كمان بالمره. الفشل موجود ومهم، ده اللي بيعلمنا وبيكبرنا. لما نيجي نتعلم حاجه جديده مش بنوصل للصح، بنوصل لحاجه اقل خطأ، ولما نيجي نتعلم حاجه كمان بنبقى اقل خطأ كمان. احنا دايما بنكون في حاله السعي للوصول لاصح حاجه، بس عمرنا ما هنوصل لاصح حاجه فعلا. كتير من الناس بتشغل نفسها بكونها صح وبتنسى تعيش حياتها، بيوصلوا لمرحله انهم يقتنعوا انهم دايما صح. عندك الموظف مثلا اللي شايف انه يستاهل ترقيه بس مديره مش مقدره. طب هو عارف ازاي ان مديره مش مقدره؟ لا هو عارف انه كده صح، وانه لو سأل مديره مش هيوافق، فهو كده مش هيحاول معاه. التأكد ده هو عدو النمو. كتير من الحاجات اللي احنا فاكرينها صح بتكون جهل مننا في الاخر. مش معنى كده ان كل حاجه احنا عارفينها غلط او اننا نمشي نشكك في كل حاجه احنا عارفينها، لا، في حاجات صح عادي، وكمان في حاجات مسلمات اصلا. بس الفكره ان في حاجات كتيره جدا صح وبتطلع غلط في الاخر. طيب لو احنا غلط، بص، في قاعده عامه
ان احنا بنكون وحشين جدا في الحكم على ارائنا، بالذات كمان في اوقات الغضب. في اوقات زي ديت احسن حاجه تعملها انك تهدى 10 ثواني كده وتحاول على قد ما تقدر تفكر بشكل حيادي. طبعا الاحسن ان في اوقات زي ديت نتجنب ناخد قرارات تماما، لان قرارات كتيره بنكون حاسين ان هي منطقيه، بس بعد فتره صغيره بنندم اننا خدنا قرارات زي دي. محتاجين نهدى ونتريث كده ونسال نفسنا، هو الموضوع مستاهل؟ هو انا صح؟ هو انا غلط؟ ولو انا غلط هيترتب ايه عليه؟ طب لو انا صح؟ واسئله زي دي. من الاخر ساعات بنكون حاسين ان احنا صح بس احنا فعلا غلط، وساعات برضو بنكون صح فعلا، وده بيدعونا ان احنا نفكر كويس قبل ما ناخد اي قرار كبير. ولما يكون الموضوع عباره عن انت غلط ولا الناس كلها غلط، فغالبا انت اللي غلط. بس وبكده نكون لخصنا الجزء الثاني من كتاب فن اللامبالاة. قولي ايه رايك في الاضاءه الجديده تحت في التعليقات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لان ده فعلا بيساعدني. وبس كده، سلام.